تصريح خطير من رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي يفاجئ به الأهلي بعد تعادله مع بورتو قبل مباراة باريس سان جيرمان مع إنتر ميامي، ويتغنى بهذا الثنائي الأهلاوي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، قم بعمل متابعة لصفحتنا لنرى كم عدد محبي الأهلي، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تألق الأهلي في مباراته أمام بورتو البرتغالي، والتي اعتبرها العديد من المحللين حول العالم المباراة الأكثر متعة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الأداء المميز الذي قدمه الأهلي أمام فريق كبير بحجم بورتو، دخل رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي على الخط بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية، حيث قال: كنت أتمنى تأهل الأهلي من هذه المجموعة، وكنت أترقب مواجهته في دور 16 أمام باريس سان جيرمان. الأهلي قدم مستوى جيدا في عدة مباريات بكأس العالم للأندية، خاصة أمام بورتو، وأيضا في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي، خصوصا في الشوط الأول. الأهلي ليس خصما سهلا كما يظن البعض، فقد نجح في إيقاف خطورة ميسي، وأحرج إنتر ميامي بشكل كبير، بل وأضاع فوزا كان في متناول يده، بالإضافة إلى ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير مسار البطولة. وأضاف الخليفي: أعتقد أن الأهلي فقد فرصته في التأهل منذ المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي، ولو فاز في تلك المباراة لكانت حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني كبيرة جدا. إلى اليوم لا يزال صدى مباراة الأهلي أمام بورتو يتردد، والكل يتحدث عن الفريق المصري وأدائه اللافت، خصوصا بعد تسجيله 4 أهداف وإهداره أكثر من 10 فرص محققة، لا سيما في الشوط الثاني. وتابع: لقد أحرج الأهلي فريق بورتو بطل دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، وكان من أبرز اللاعبين في تلك المباراة المهاجم وسام أبو علي الذي سجل هاتريك، وأراه أحد أفضل المهاجمين في البطولة. تم اختياره كأفضل لاعب في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية، وهو ما يدل على مهارته الكبيرة وتأثيره القوي مع الأهلي. وأعتقد أنه لن يستمر طويلا في الأهلي، فمن المؤكد أن العروض الأوروبية الكبرى ستنهال على النادي لضم هذا اللاعب الموهوب. كما أشاد الخليفي بلاعب آخر في صفوف الأهلي، حيث قال: لفت انتباهي اللاعب التونسي بن رمضان. تألق محمد علي بن رمضان في خط الوسط، كان له تأثير سحري. كما أشاد الخليفي بلاعب آخر في صفوف الأهلي، حيث قال: لفت انتباهي اللاعب التونسي بن رمضان. تألق محمد علي بن رمضان في خط الوسط كان له تأثير سحري. لا أصدق أن لاعبا بهذه المهارات يلعب في الدوري المصري، فمستواه يؤهله ليكون من أبرز نجوم الفريق محليا وقاريا، وأعتقد أنه سيكون مؤثرا جدا في بطولة كأس العرب للأندية التي ستنطلق أواخر الشهر المقبل. وختم قائلا: أنا مشجع للأهلي، وأتمنى أن يواصل هذا الفريق بتشكيلته الحالية تحقيق البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا لإعادة الكأس إلى الجزيرة. وفي ظل هذا القوام المرعب من اللاعبين، أرى أن فرص الزمالك وبيراميدز في التتويج بأي بطولة محلية سواء الدوري أو الكأس أصبحت شبه معدومة،